is having the Nottingham Christmas. We have to get ready. This is Nottingham City Centre. How's it gonna be like? I just want to say it's very cold. Actually, I'm Muslim. I'm not celebrating. But I like see the festival. طبعا الكريسماس في نوتنغهام لطيف جدا وبيعملوا فيستيفال هايل من شهر اكتوبر وهما بيحضروا فيه. طبعا احنا مش بنحتفل ولكن بنحب نتفرج. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير النهارده. زي ما وعدتكم البارت الجديد هيبقى مليان اماكن جديده وحفلات وديسكاونت، بس خليني اقول لكم ان انا في نوتنغهام هنا والسنتر بيبقى ورايا كل 3 شهور بيبقى فيه فيستيفال لحاجه معينه. الوقت ده بتاع الكريسماس. تعالوا اوريكم تجهيزات الكريسماس. طبعا هتلاقوا كل الشوارع مليانه ديكوريشن والوان. اللي قائم بالديكوريشن هنا هو الكونسل، واعتقد في كل مدينه كمان الكونسل هو اللي بيعمل ديكوريشن. طبعا السويتس في كل حته وخصوصا بتاعه الكريسماس بتتباع بالطريقه دي. زي ما انتوا شايفين كل واحد عايز يبيع حاجه ممكن يقف في بوث او تنت وبيعرض الحاجه اللي عايز يبيعها. المنتجات دي مثلا من اوكرانيا، الفلوس بتاعتها بتروح اوكرانيا، عباره عن حاجات هاند ميد. البوث التاني فيه حاجات حلوه قوي عن الكريستال، تصميمات كلها من الكريستال، شكلها حلو قوي. واللطيف كمان اني شفت مصحف على شكل كريستال. ودي عبارة عن سلايد للأطفال، الأطفال بتطلع فوق وتنزل على سجادة. دلوقتي هنشوف البوث تاني. البوث ده عبارة عن حاجات شتوية، في سكارفز، جلوفز، هاتس، كلها حاجات حلوة قوي. بس هي المشكلة كانت غالية شوية، ممكن عشان اتراكت كمان السياح، لأن دلوقتي في ناس كتير بتيجي تقضي الكريسماس في UK. زي ما انتوا شايفين الجو زحمة جدا، تقريبا سكويز كل الناس، بس الأجواء لطيفة وحلوة قوي. ده بقى مبنى الكونسل اللي بيتم فيه كل الأوراق القانونية، سواء كانت شهادة ميلاد أو شهادة جواز أو شهادة طلاق. وده نوتنغهام سيتي سنتر. دي بقى نوتنغهام آي، طبعا بيقلدوا لندن آي. لندن آي أكبر من دي بكتير. بس عامة اللعبة دي موجودة في أغلب مدن إنجلترا. انا واختي قررنا نجرب اكل من هناك. هو اغلب الاكل بصراحه مش حلال، فقعدنا ندور على حاجه لحد ما لقينا فرايز معموله بطريقه حلوه جدا فجربناها. البوث ده بيقدم الفرايز على شكل كرانشي وبيسالك عايز عليها ميلت تشيز ولا كاتشب ولا عايز صوص مختلف. احنا جربناها عاديه خالص مع شويه كاتشب. طبعا الالوان والاكتيفيتي والالعاب اللي هناك حلوه قوي، يعني جو مناسب انك تتصور، تخرج مع اصحابك او تخرج كفاميلي. عايزه اقول لكم بقى الحاجات اللي بتتعرض هناك كمان. فاكرين الفايكنج؟ دي فايكنج هورن، دي اللي كانوا الدرينكينج هورنز اللي بيشربوا منها، وهي حقيقيه وزي ما كانوا بيستخدموها بالظبط. حبيت اصور لكم السنتر الصبح وبالليل برضو عشان تشوفوا ايه الوقت المميز او الافضل ليكم انكم تروحوا تزوروه. البوث ده هاند ميد، كله وودن، لطيف جدا وكان فيه حاجات كرياتيف. تعالوا بينا بقى نشوف البوث اللي بعده، هو مكسيكان ستايل. زي ما انتم شايفين دلايات وايس كاب وشنط كلها مكسيكان ستايل وهاند ميد، كانت حلوه قوي قوي ولطيفه برضو. دخلت بقى الجزء الجديد اللي معمول السنه دي في النص السنتر، وهو عباره عن سكاي سكيتنج. السنه اللي فاتت كانوا عاملينه برضو بس ما كانش كبير قوي كده. المره دي الايس سكيتنج اكبر واوسع ومنظم شويه، وفي كمان هولدرز وهاندلز للناس اللي مش بتعرف تعمل سكيتنج او اول مره يجربوه. زي ما انتم شايفين المكان اكبر من السنه اللي فاتت، وحلو قوي لو هتروحوا مع اصحابكم او فاميليز او حتى مع اطفالكم. والاسعار اهي عشان لو حد عايز يروح. لفت نظري بار الناس واقفه عليه طابور وبيلبسوا جواكت وشوز معينه كده، وبعدين دخلت اسال ايه البار ده، لقيته ايس بار، وده عباره عن بار درجه الحراره فيه -50، والمفروض ان انت بتشرب هوت درينك او واين بقى عشان تخلي جسمك حار جدا وتستحمل درجه الحراره. السيشن ب 17 باوند.
بره هتلاقي ناس بتعمل مارشميلو على النار برضو. بس بصراحة حسيت ان الموضوع صعب قوي ان انت تقف تشرب حاجة في مكان درجة حرارته -50. مش فاهمة ايه المتعة في ده، بس في ناس بتحب كده. وده اخر السنتر، عبارة عن العاب برضو وبعض المنتجات اللي بتتباع. ما تقلقوش لو ما رحتوش دلوقتي، هو موجود لحد جانيوري، يعني في شهر 1 كل ده بينتهي وبيبتدي فيستيفال تاني. وبكده فلوج النهارده خلص، واتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير. باي باي.